طبعا دي كانت اقل لقطه للحكم التشادي النهارده، حكم مباراه الاهلي والهلال. تخيل اللاعب محمد هاني بيعترض على القرار، قام ضربه في صدره. بيضربه في صدره. ده غير بقى ناهيك عن اول مباراه وهو يعني باينه قوي بصراحه ربنا. ابو رضا الموضوع باين قوي. يعني انت كان في حكم موريتاني قالوا لا عشان الحياديه، عشان الهلال بيلعب في الدوري السوداني احنا نجيب الحكم ده، الحكم التشادي ده. لا باين بصراحه الحياديه كانت واضحه قوي النهارده، بدليل اللقطه اللي قدام منك دي. انا بكلمك ببرهان، انا مش جايب لك حاجه تاني. انا جايب لك حكم بيزق لاعب في صدره عشان بيعترض على قرار. ده غير الانذارات اللي ببلاش اللي خدتها لعيبه الاهلي النهارده. ده غير الفاولات اللي على منطقه الجزاء اللي ما كانتش بتتحسب للاهلي. او اسامه ابو علي رايح انفراد، اللاعب شده، اتحسبت فاول على اسامه ابو علي وانذار. لك ان تتخيل. ما هو مين عضو المكتب التنفيذي للكاف؟ ما هو ابو ريده. ابو رضا مش ناوي على نيه كويسه للنادي الاهلي، والبطوله دي احنا هنخرج منها بفعل فاعل. واسمع الكلام ده واحفظ الفيديو ده عندك، البطوله دي احنا هنخرج منها بفعل فاعل. لان في نيه، انا شامم ريحه نيه مش كويسه للنادي الاهلي. ويقول لك الاهلي بيتجامل. ده الاهلي بيتحارب من بعد ما عرفوا ان الاهلي يلعب كاس عالم ومباراه افتتاحيه والدنيا رايحه في حاجه عاليه قوي، وهم بيحاربوا النادي الاهلي. اقفلوه احسن يا جماعه. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي، ابعتها لهم بجد.